السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا القائد ودي المحاضرة الثالثة في التاريخ. نقول بسم الله ونكمل اللي احنا بدأناه. بدأنا أول حاجة كده في أول درس وكلمنا عن الفرق ما بين الحضارة والتاريخ، وخدنا المحاضرة الثانية وعرفنا إيه هي مصادر دراسة الحضارات، وقلنا إيه هي المصادر اللي بنعتمد عليها في دراسة الحضارات. ودلوقتي في المحاضرة الثالثة عوامل قيام الحضارات. لازم تكون مراجع كويس جدا المحاضرتين اللي فاتوا وتكون حليت كتير. ونقول بسم الله ونبدأ كده بعوامل قيام الحضارات. أولا أنا عندي في بعض العوامل بنقسمها ما بين عوامل طبيعية وعوامل بشرية. فابدأ الأول مثلا من العوامل الطبيعية اللي هي الموقع الجغرافي. في عندي برضو كذلك عدم وجود حواجز طبيعيه، وهنشرح الكلام لسه بالتفصيل على الحضاره المصريه، وده بيعمل نوع من انواع التواصل. ودايما كده سواء موقع جغرافي او عدم وجود حواجز يبقى بيؤدي الى نوع من انواع التواصل ما بين الشعوب. الثروات المعدنيه طبعا كل ده هيتشرح بالتفصيل دلوقتي حالا، بالاضافه الى وجود الانهار زي نهر النيل وكذلك كفاح الانسان. ونقول بسم الله واعتدال المناخ. وابدا بقى باول حاجه. لما نيجي نتكلم هنا بنتكلم الاول عن العوامل الطبيعيه، واتكلم هنا في مصر بشكل خاص عن نهر النيل. ونهر النيل لو انت مركز كده في المحاضره الاولى لما قلنا كده الكتابه ادت الى معرفه الانسان، بعد ذلك التاريخ. لما بدا الانسان يكتشف الكتابه بدا يعرف التاريخ. وقلت لك كده الحضاره يعني زراعه. يبقى هنا ببدا باول حاجه كده عندي وهي العوامل الطبيعيه، وبنبدا باول حاجه بنهر النيل. مبدئيا نهر النيل بلاقي ان علم المصريين قيما عظيمه. لو انا ركزت كده في شكل الاول كده شكل نهر النيل، اقول لك الاول انحدار نهر النيل بيبدا من الجنوب الى الشمال. تقول لي عادي يا قائد، عارفها والله ومش جديده، عارفين ان هو بيبدا من الجنوب وبينحدر كده ناحيه الشمال. اقول لك تمام جدا. وعارف كمان ان نهر النيل وهو جاي محمل معاه بالطمي، تمام جدا. وعارف كمان ان نهر النيل بيؤدي الى معرفه الزراعه، كويس. بس اقدر اقول لك ان المعلومات دي كلها معلومات بالنسبه لك قديمة، وبالنسبة لي أنا بأكد عليها تاني لأني هناخد النهاردة نهر النيل علم المصريين قيما عديدة. عندك ثلاث قيم نقدر نقول عليها علمهم نهر النيل للمصريين، وهشرحهم بالتفصيل. القيمة الأولى وهي قيمة حاجة اسمها الوحدة والتضامن، وهشرح يعني ايه الوحده والتضامن. عندك برضو كذلك التكامل والتكافل، وهعرفك يعني ايه الفرق ما بين التكامل والتكافل. واخر حاجه التواصل مع الاخرين. نهر النيل بيعلمنا ثلاث قيم عظيمه هنتكلم عنهم بالتفصيل، ونقول بسم الله كده. واول حاجه عندك كده في المحاضره هبدا الاول كده. علم نهر النيل المصريين قيما عديده زي قيمه الوحده والتضامن. يعني يا قائد بالتفصيل كده اولاد لما نيجي نتكلم عن الوحده والتضامن هلاقي ان نهر النيل علم المصريين قيمه زي قيمه الوحده والتضامن. ازاي يا قائد؟ مثلا عندك زي موسم الفيضان. لما كان بيحصل فتره الفيضان المصريين القدماء كانوا بيقوموا ببناء الجسور، مش كده؟ دي اول نقطه. تقول لي برضه ايه علاقه الوحده بالتضامن ببناء الجسور؟ استنى هشرح لك بالتفصيل والله، اتقل بس. الحاجه الثانيه بناء الجسور ده كان بيقوم به المصريين كنوع من انواع ان هو حمايه للاراضي بتاعته، فنوع من انواع الوحده. ازاي؟ المصريين كانوا مقسمين الفصول الزراعيه بتاعتهم لثلاث فصول. فصل او موسم اسمه الفيضان والبذر اللي هو بيحط فيه البذور للاراضي الزراعيه، وبعد كده بيجي فصل الحصاد. فاول لما يحصل نوع من انواع الفيضان كل المصريين يجتمعوا ويقولوا يلا يا جماعه نبدا نبني الجسور. ما هو انا لوحدي مش هقدر، فكل الفلاحين او كل المصريين القدماء يجوا كده على جانبي الاراضي او كل واحد في الارض بتاعته ويبداوا يعملوا نوع من انواع الجسور. يبقى دي نوع من انواع الوحده والتضامن. يبقى نهر النيل مش فكره زراعه بس وطمي زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو، ولكن لا، انت عندك هنا نهر النيل علمك قيمه مهمه جدا وهي قيمه الوحده والتضامن. ان هنا ما اقدرش انا لوحدي اواجه الفيضان، فعشان كده بيبقى في نوع من انواع الوحده والتضامن. نقطه ثانيه، الفيضان ده نقدر نصنفه كده كنوع من انواع كوارث طبيعيه. ركز كده عشان لما يجي لك سؤال تعرف السؤال بيجي ازاي. النقطه الثانيه بناء الجسور، يعني نوع من انواع نقدر نقول استغلال للموارد، او اقدر اقول لك عليها برضو حفظ للموارد. المصري القديم بيعرف يستغل موارده كويس جدا او يحافظ عليها من الفيضان. يبقى كل ده عن الوحده والتضامن. يبقى نهر النيل مش شويه ميه جايين من الجنوب بس لحد الشمال، لا، ده كانوا المصريين بيجتمعوا ويبقى في نوع من انواع الوحده والتضامن. حلو قوي. النقطه الثانيه، نهر النيل علمنا حاجه اسمها التكامل والتكافل.
ازاي؟ ايه علاقه نهر النيل بالتكامل والتكافل؟ قول لي بس الاول الفرق يا مستر ما بين التكامل وما بين التكافل. لازم تكون فاهم الفرق ما بين الكلمتين. كلمه تكامل ان احنا نكمل بعض. ازاي؟ يعني مثلا هديك مثال، لو عندك مثلا هنا اتجاه الشمال واتجاه الجنوب، هنا مثلا سكان الوجه البحري اللي هم في الشمال، وعندك هنا في الوجه القبلي اللي هم في الجنوب، وليكن هنا مثلا بيتزرع بعض المحاصيل زي محصول القمح، وهنا مثلا بيتزرع محصول زي محصول الارز. هنا قال لي نهر النيل بيعلمنا نوع من انواع التكامل والتبادل او التكامل والتكافل، يعني عن طريق نهر النيل بيتم تبادل المحاصيل الزراعيه. ازاي؟ سكان الجنوب مثلا عندهم قمح بس ما عندهمش رز، فيروح يحصل ما بينهم نوع من انواع التكامل، يبقى التبادل نوع من انواع التكامل. تقول لي امال ايه يا قائد بقى التكافل؟ لا، التكافل حتى لو انا ما عنديش الشيء اللي انا اديه لسكان الشمال مفيش مشكله، هم ممكن يتكفلوا بينا، احنا وطن واحد، ما هو نوع من انواع التكامل والتكافل. يبقى نهر النيل بيديك نوع من انواع التكامل والتكافل. اديك مثال تاني، وليكن مثلا لو في ما بيننا مثلا تجاره وما بين اهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم طبعا، وجينا قلنا مثلا ان مصر هتديهم مجموعه من المحاصيل وهم في المقابل هناخد منهم مجموعه من المحاصيل، يبقى ده نوع من انواع التكامل. احنا بنكمل بعض، اللي ناقصنا بناخده منهم وهم كذلك اللي ناقصهم بياخدوه مننا، يبقى ده تكامل. غير لما اجي اقول لكم يا شباب هنجمع مثلا وليكن بطاطين او مجموعه من الاغذيه وهنروح بيها لاهلنا في فلسطين، احنا كده متكفلين بيهم. يبقى التكافل يعتبر عكس التكامل شويه، او نقدر نقول كده التكامل نوع من انواع التبادل، التكافل ان مش لازم يكون عندي انا الشيء نفسه، ولكن برضو نهر النيل بما اننا في وطن واحد كان بيعمل نوع من انواع التكامل والتكافل. اظن اتفهم كويس جدا عن طريق التكامل والتكافل. النقطه الثالثه، نهر النيل بيعمل تواصل. ازاي؟ مصر القديم كان قدر ان هو يستغل نهر النيل في نقطه التواصل. ازاي؟ ما بين الحضارات. يعني مثلا عندك هنا، لو انا هنا في الشمال وعايز اتجه تحت للجنوب اعمل ايه؟ هنا او لو انا في الجنوب وعايز اتجه هنا للشمال هعمل ايه؟ عندك طريقين، اولا بيتم بناء السفن، وامشي معايا كده واحده واحده كويس جدا. طب انا هنا عندي بناء السفن وانا هنا موجود في الجنوب، عادي جدا. حضرتك انت لو عندك السفينه كده وسبتها مع انحداره، يعني ايه انحداره؟ انحدار نهر النيل نفسه وهو منحدر كده من الجنوب للشمال، وسيب السفينه هي هتمشي لوحدها، فعادي جدا كان بيحصل نوع من انواع التواصل لو من الجنوب وجاي من الشمال. تقول لي طيب سؤال كويس جدا، طب لو انا هنا مستر في الشمال هنزل ازاي او هطلع ازاي في المنطقه اللي هي المرتفعه؟ انا هنا في الشمال هطلع ازاي؟ قال لك لا، المصري القديم قال لك هنا في حاجه اسمها طياره. يعني ايه طياره؟ عن طريق الرياح الشماليه، فكان بيحرك السفن عن طريق الرياح. يعني انحداره وكذلك طياره قدر ان هو يعمل نوع من انواع برضو التواصل. ملخص الكلام، نهر النيل ما كانش بيدينا الزراعه بس او عرفنا كنوع من انواع الحضاره، نهر النيل له اهميه حضاريه، نهر النيل له اهميه اجتماعيه، فعلمنا 3 قيم من اهم القيم، وهي قيمه الوحده والتضامن والتكامل والتكافل والتواصل مع الاخرين. ده كده بالنسبه لاول عامل من عوامل قيم الحضاره اللي بنتكلم عنها هنا في الحضاره الفرعونيه او الحضاره المصريه. طيب تعال بقى نشوف كده الكلام سريعا. فهنا بيقول لي حيث كان فيضان نهر النيل سببا في توحيد جهود المصريين لاقامه الجسور، وفهمنا كده ان ده نوع من انواع استغلال الموارد وكذلك حفاظ على الفيضان، وقلنا كلمه الفيضان هنا يعني كوارث طبيعيه. النقطه الثانيه، نهر النيل علمنا التكامل والتكافل عن طريق تبادل المحاصيل الزراعيه ما بين الشمال وما بين الجنوب. النقطه الثالثه، ده بس عشان الناس اللي بتحب الشخبطه فشرحنا بالشخبطه بشكل بقى بالباوربوينت، اللي بيحب ده موجود وده موجود، بس نذاكر اقسم بالله منهج في اللذيذ، بس الناس تذاكر كويس جدا يا شباب. يبقى انا عندي كده تاني النقطه الثالثه تاني باكد عليها، ان نهر النيل انحدار تياره في حمل السفن من الجنوب للشمال، اما بالنسبه للرياح كان بيتم برضه حملها عن طريق برضه استخدام الرياح الشماليه. ده كده بالنسبه للشباب اول حاجه عندي كده. والتواصل طبعا قلنا ساعد على نشر الثقافه والاهتمام ببناء السفن. نيجي للنقطه الثانيه بالنسبه للموقع الجغرافي. النقطه دي يعني أبدع فيها وتكلم فيها دكتور جمال حمدان. دكتور جمال حمدان دكتور صاحب كتاب من أشهر الكتب اللي اتكلم فيها عن موقع مصر الجغرافي، في كتاب كده اسمه كتاب شخصية مصر، وقال كده عبقرية المكان. يعني ايه؟ هشرح بالتفصيل. جمال حمدان هنا يا شباب لما جه اتكلم عن عبقرية المكان، ووصف مصر بطريقة
تقريبا مفيش حد اتكلم عنها بالطريقه دي كده زي دكتور جمال حمدان. الراجل ابدع رحمه الله عليه، واتكلم عن مصر كده في عده نقاط، وقال كده ان مصر هي الوحيده، مصر هي الوحيده، مصر هي الوحيده، واشرح بالتفصيل. مصر هي الوحيده. يبقى انا عندي كده جمال حمدان اتكلم عن مصر كده وقال ان مصر هي الوحيده في كل من. اول حاجه كده قال لك مصر هي الوحيده اللي بتعتبر حجر زاويه، وهشرح الكلمه بالتفصيل، لحاجه اسمها ثلاثيه قاريه. يعني ايه قائد؟ يعني قال لك مفيش دوله في العالم بتقع في قارتين وتقترب من 3 الا مصر. ازاي بقى؟ هقول لك. انت لو ركزت كده في موقع مصر هلاقي ان موقع مصر جزء منها كبير بيقع في قاره افريقيا، وفي جزء اللي هو حوالي 6% شبه جزيره سيناء بتقع في قاره اسيا وتقترب من قاره اوروبا. الله، ايه ده؟ ده قاره افريقيا، قاره اسيا، قاره اوروبا. دي كده يا باشا نسميها ثلاثيه قاريه. يبقى دي اول نقطه. يبقى جمال حمدان ابدع في وصف المكان، في عبقريه المكان. الراجل حتى الكتاب بتاعه من اهم الكتب على فكره في الجغرافيا اللي انت تستمتع وانت بتقراه. بيتكلم عن شخصيه مصر وكأن مصر فعلا شخصيه يعني، ويشرح لك الموقع الجغرافي من منظور كأنك أول مرة تسمع الموقع الجغرافي وتقرأ عن الموقع الجغرافي لمصر بالطريقة دي. يبقى جمال حمدان قال إن مصر الوحيدة هي التي تقع في حجر زاوية ثلاثية قارية. يعني إيه حجر زاوية أو تعتبر ثلاثية قارية؟ يعني بتقع في قارتين اللي هي آسيا وأفريقيا وتقترب من ثالثة اللي هي أوروبا. حلو قوي. جمال حمدان قال برضو كذلك إن مصر هي الوحيدة التي لها مدخلان لقارة آسيا. يعني إيه قائد؟ يعني أنت عندك هنا مثلا مصر أهو، وعندك كده ادي البحر الاحمر الجزء ده، ودي كده عندك قاره اسيا. عندك كده طريقين، ممكن تعدي هنا عن طريق البحر الاحمر اللي هو جنوب غرب اللي هي شبه الجزيره العربيه، الحمد لله على السلامه انت وصلت اسيا، اكبر قاره في العالم ليك مدخلين ليها. او عن طريق الشمال الشرقي تقدر ان انت تدخل هنا تروح لبلاد سوريا وكذلك بلاد العراق. يعني يا قائد مفيش دوله ليها مدخلين لقاره اسيا بالطريقه دي، مفيش. وهنا عايز يقول لك عبقريه المكان. جمال حمدان وصف وقال ان مصر برضو كذلك، وركز قوي في النقطه الثالثه دي، اللي ليها او الوحيده التي لها مدخل الى قاره افريقيا عن طريق نهر النيل. ازاي بقى؟ شمالا حضرتك لو انت هنا عن طريق نهر النيل وكملت عندك كده في 11 دولة اللي هي 11 دولة بتاعت الاندوجو، وكلمة الاندوجو معناها الاخاء باللغة السواحلية، يعني اللي هم ال 11 دولة اللي هي دول حوض النهر او دول حوض النيل. فانت هنا لو من الشمال وعايز تروح اي دول في جنوب عن طريق نهر النيل مالكش مدخل وحيد إلا من خلال الشمال. يبقى جمال حمدان وصف عبقرية المكان في ثلاثية قارية. جمال حمدان وصف عبقرية المكان كذلك في إن ليها مدخلان، وقال إن ليها مدخل وحيد في أفريقيا عن طريق نهر النيل. جمال حمدان قال إن مصر الوحيدة التي تشرف على أطول بحرين في العالم. فعندك كده البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكأن الراجل بيصف المكان بطريقة فعلا عبقرية. 4 نقاط اتكلم عنهم جمال حمدان: ثلاثية قارية، مدخلا لقارة آسيا، المدخل الوحيد شمالا لقارة أفريقيا عن طريق نهر النيل، وكذلك عندك أكبر بحرين مصر بتطل عليه البحر المتوسط والبحر الأحمر. مفيش مكان بيجمع كل هذه الصفات. أقدر أقول لك إن دكتور جمال حمدان كون إن هو بيتكلم بالطريقة دي عن مصر، نقدر نقول كده إن مصر بتنفرد بحاجة اسمها انفراد، او كون ان انا اقول الوحيده، يبقى مصر كده بتتميز بنوع من انواع ان مصر منفرده، او نقدر نقول ان موقع مصر موقع مركزي. يعني ايه مركزي؟ يعتبر كده في وسط قارات العالم القديم مركز للقارات كلها. دكتور جمال حمدان ابدع واوفى وشرح بالتفصيل عن الموقع الجغرافي ده. كده بالنسبه لشرح جمال حمدان. تعال بقى نرجع كده لنقطه تانية بالسريع كده. أول نقطة كده بيقول ملتقى ال3 قارات، وشرحناها بالتفصيل، تطل على بحرين، وده اللي خلاها سهل التواصل. وأنا قلت لك كلمة موقع جغرافي يعني سهلة التواصل. أدي دكتور جمال حمدان عبقري الكتاب شخصية مصر، وقال كده مصر الوحيدة التي تلتقي بقارتين اللي هي قارة آسيا وقارة أفريقيا، وتقترب من ثالثة اللي هي قارة أوروبا، بها أطول نهرين البحر الأحمر المتوسط، ليها المدخل الحقيقي لأفريقيا من الشمال نهر النيل، وكذلك بطريقان عن طريق قارة آسيا اللي هي شمالا سوريا والعراق، وكذلك في الجنوب عن طريق شبه الجزيرة. طيب نيجي بقى للمناخ بالنسبة لمصر. بلاقي ان المناخ في مصر بيتميز بالآتي:
مناخ مصر يا شباب بلاقي ان 3 كلمات، وركز كده في النقطه دي. مناخ مصر بيتميز يا اما باعتدال، يا اما بجفاف، يا اما اختلاف. وكل نقطة من دي ركز في الاختيارات مختلفة عن الثانية. يعني مثلا مناخ مصر المعتدل أو الاعتدال ساعد على النشاط البشري. اشرح القائد واحده واحده، موجوده عندي بس مش فاهم يعني ايه. من نعمه ربنا اولاد ان فعلا موقع مصر معتدل، اللي هو ولا هو حر جدا فاللي هو ما تقدرش ان انت تشتغل طول الفترات فيه او ما يبقى نشاطك ومجهودك يبقى ضعيف، ولا اللي هو برد جدا مثلا زي المناطق اللي هي في الشماليه مثلا او حاجه زي كده فتبقى متجمده معظم اوقات السنه. انت لو عندك درجه الحراره عاليه جدا طول السنه حضرتك مش هتعرف تعمل اي مجهود، عشان كده حضرتك بتاخد اجازه من شهر 5 ولا 6 لحد شهر 9. مفيش عندك دراسه، ليه؟ لان مش هتفرفر حضرتك، فانت هنا عندك مناخك لا مقياسا في السنه كلها، وانا هنا بتكلم بوجه عام ان مناخ معتدل، فده بيعمل نوع من انواع النشاط البشري، تقدر تروح تقدر تيجي تقدر تتحرك. في دول تانية اولاد بيبقى درجه الحراره فيها ممكن تعدي ال 40 او 45 واكتر كمان، صعب ان هي تبقى عندها قدره على العمل والنشاط. ولكن من فضل الله ان انت على مستوى تاريخنا مناخ مصر معتدل ساعد على النشاط البشري. الجفاف ادى الى حمايه الاثار. ازاي بقى؟ لو انت ركزت هتلاقي كده ان موقع بلدك في الجزء ده كده، معظم موقع مصر يا شباب في الاقليم الصحراوي. وخد بالك ساعات كده يساء عليك كده ويجيب لك سؤال تقيل شويه، قال يعني في فكره يقول لك موقع مصر في الاقليم الصحراوي. سؤال ثواني اغير اللون بس ادلعك بقى ثواني. عندك كده كون ان في الاقليم الصحراوي ده البحر المتوسط يا شباب، يبقى معنى كده ان هي بتقع جنوب اقليم البحر المتوسط. الاجزاء الشماليه لمصر فعلا بلاقي الجزء ده كده في اقليم البحر المتوسط، ومعظم مساحه مصر في الاقليم الصحراوي ده. ايوه ده عمل ايه؟ عمل لك نوع من انواع الجفاف، خلى عندك الاقليم بتاعك او المنطقه بتاعتك تعتبر مناخ جاف، فساعد على حمايه الاثار وحفظ الاثار. وده اللي يثبت لك لحد دلوقتي، شوف يا باشا المعابد وشوف الاهرامات الى الان تتفرج عليها مفيش فيها نوع من انواع التاثير، المناخ محافظ عليها. يبقى مناخ مصر يتميز بالاعتدال والجفاف. اما الاختلاف يديك نوع من انواع تنوع للمحاصيل الزراعيه. وهنا عايز يقول لك ان مناخ بلدك فيه نوع من انواع المحاصيل الصيفيه والمحاصيل الشتويه. ايوه يعني ده يفيدني انا في ايه؟ قال لك عمل لك نوع من انواع الاكتفاء الذاتي. على مدار التاريخ بتبقى عندك معظم المحاصيل، نادرا لما بيبقى عندك محاصيل تقدر تستوردها، ولكن هنا بيقول لك يعمل لك نوع من انواع الاكتفاء الذاتي في تنوع. يبقى مناخ مصر في 3 كلمات: اعتدال جفاف اختلاف، اعتدال جفاف اختلاف، وكل واحده من دي ليها دور معين في التاريخ. طيب كده انا خلصت نهر النيل واتكلمنا عنه والثلاث قيم العظيمه، اتكلمنا عن دكتور جمال حمدان والموقع الجغرافي اللي شرحه بالتفصيل. نيجي واتكلمنا كذلك عن المناخ المعتدل كمان. سريعا بقى عرض تاني ساعد على النشاط البشري، وقلت لك نفس الكلام ده بالنسبه لده خلى المصريين عندهم نوع من انواع الباور والمجهود. النقطه الثانيه الجفاف ساعد على حماية الآثار، واللي لحد دلوقتي شاهدة على هذا الكلام. بالإضافة اختلاف الحرارة أدى إلى تنوع المحاصيل الصيفية، نفس الصورة اللي كانت موجودة طبعا. طيب نرجع تاني بقى الحدود الآمنة أو الحدود الطبيعية. الجزء ده مهم جدا، ركز قوي فيه جدا. أولا الحدود بتاعت بلدك حدود آمنة، أقدر أقول كده حدود مصر حدود آمنة وحدود مستقرة على مدار التاريخ. النقطة الثانية حدود الآمنة اللي اتكلم عنها أول واحد عندك هنا في المنهج المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت، لما اتكلم عن الاستقرار وقيام الحضارات قال لك والله الإنسان لما بيبقى عايش في أمان واستقرار، ما هي دي الحدود الآمنة. يبقى هنا ربط وارد على فكره يربط لك ما بين الدروس وبعضها، ده اساسي اصلا. يبقى انت عندك ويل ديورانت اول واحد قال يا جماعه ان الحدود الامنه بتساعد على الاستقرار. طب هل حدود مصر امنه؟ والله تعالى اثبت لك بالتاريخ. انت هنا لو جيت ركزت كده عندك مثلا في حدود مصر واحده واحده كده، نكبر الخريطه شويه كده، عندي كده ادي حدود مصر. اثبت لي يا قائد ان حدود بلدي امنه. هقول لك وبالتاريخ وبالجغرافيا. لو انت ركزت كده اغير لك بس اللون، لو انت ركزت كده عندك ادي الاتجاه الشمال بحر متوسط، وهنا صحراء غربيه في الغرب، وهنا عندك صحراء شرقيه شرقا حلو قوي، وهنا عندك غربا الصحراء الغربيه، وهنا عندك الجنوب في السودان والصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه.
حلو قوي. حدودنا امنه قائد؟ والله بص هثبتها لك كده الاول تاريخيا. في الغرب الاحتلال الفارسي لما حاولوا ان هم يدخلوا، نص الجيش الفارسي تم ابادته هنا في الجزء ده بتاعت الصحراء الغربيه اللي هي بحر الرمال العظيم، وما حصلش اي نوع من انواع التدخل من خلال الغرب. لم يذكر في التاريخ الا حوادث بسيطه او احتلالات تحصل من الغرب. يعني انت قاعد باشا كده وقاعد وحدودك الامنه او حدودك الغربيه كلها عشان طول الصحراء الغربيه في امان، يبقى انت كده تمام التمام. من الناحيه الغربيه حدودنا امنه، انا بثبت لك دلوقتي ان حدودك امنه. طيب من الناحيه الشرقيه عندك الصحراء الشرقيه وجبال البحر الاحمر. تمام يا باشا، انت اصلا حدودك من الشرق جبال، وعندك كذلك البحر الاحمر، ولم يسجل في التاريخ اي احتلالات جت شرقيه. وركز قوي في الجمله، انا بقول احتلالات شرقيه من الناحيه الشرقيه في الاتجاهات دي. لكن في الجنوب هل حدودنا امنه؟ والله هنا في الجنوب احنا عندنا هنا في نهر النيل في جنادل، والجندل او الجندل او الجنادل دي عباره عن كتل صخريه ضخمه، كتل صخريه ضخمه بمعنى الكلمه. يعني انت لو ركزت كده في الصوره تلاقي الكتل دي بتعترض مجرى النهر، وعشان كده بتوفر لك نوع من انواع الدور الدفاعي، وده بسميه كده اولاد دور ايجابي. يعني الجنادل ليها دورين، اقدر اقول عليها دور ايجابي اللي هو دور دفاعي، بتدافع عنك ان انت ما حصلش اي اختراقات الا بسيط جدا، بس عشان نبقى انصافا للتاريخ ممكن في بعض فترات الضعف بيحصل بعض او بيحدث بعض الاغارات من الجنوب، ولكن بسيط جدا. وكذلك ليها دور سلبي. الايجابي اللي هو الدور الدفاعي، السلبي للاسف ان الجنادل بتعيق حركه السفن. يعني اقدر اقول كده اقتصاديا ما اقدرش ان انا اعمل نوع من انواع التنميه الاقتصاديه او سفن ضخمه تعدي كده في الجزء ده. عشان كده اللي راح الاقصر واسوان مثلا لما تيجي تروح مدينه اسوان تلاقي كده في مدينه اسوان يعمل لك رحلات نيليه بمركب كده صغير، لكن كسفينه نايل كروز تعدي لا، في مناطق معينه بتقف، لان الجنادل بتبقى خطر وصعب ان انت تعدي بالسفن الضخمه دي. فعشان كده بيقول لك الجنادل لها دور ايجابي ولها دور سلبي. ويجي سؤال كده يقول لك ما التناقض؟ ايه التناقض في الحدود الجنوبيه في مصر؟ اقول له ان الجنادل ليها دور ايجابي وهو كذلك ان تقوم بدور دفاعي عسكري، امان الامان. طيب ملخص الكلام، وطبعا الدور السلبي ان احنا قلنا اقتصادي ممكن بتعيق حركه السفن. يعني انت عايز تقول يا قائد ان حدودنا تمام؟ والله حدودنا تمام من الغرب ومن الجنوب ومن الشرق. شمالا عشان ما اكونش قلت لك اي كلام، انت عندك هنا من الناحيه الشماليه حدث الحمله الفرنسيه دخلت من اسكندريه، ولكن الاحتلال البريطاني، بريطانيا لما حاولت تحتل مصر دخلت هنا من ناحيه اسكندريه وفعلا احتلتها، ولكن عملنا مجموعه من التحصينات ففشلت، فدخلت عن طريق شمال شرق. اوبا، هنا بقى شويه هدوء، هنا شويه تركيز، واحده واحده بقى. شمال شرق اخطر نقطه حدود، دي النقطة اللي فيها خطر، شمال شرق مصر. ليه يا مستر؟ هقول لك بقى. نقطة ضعفنا، أضعف نقطة حدود في بلدك، بس خد بالك أنت بتتكلم بحدود دولة زي كده ما يقرب من 1,000,000 وشوية مساحة، ومع ذلك حدودك من الجنوب ومن الغرب ومن الشرق ويعتبر من الشمال آمنة. هي دي بس نقطة الضعف بتاعتنا، شمال شرق. عندك دليل يا قائد؟ كتير. الهكسوس، قبائل جاءت من شرق اسيا اللي هي من فلسطين، جاءت من النقطه دي برضه شمال شرق. ده التاريخ الفرعوني. في العصور كذلك هتلاقي العصور الاسلاميه لما حدثت اخطار زي اخطار المغول والصليبيين جاءت من شمال شرق، زي معركه عين جالوت او معركه حطين اللي حدثت، كل ده حدث في شمال شرق مصر. يعني كانت في اخطار ممكن تجي لك منها. وهنبعد بعيد ليه؟ الكيان الصهيوني او لما جاء الاحتلال كذلك الاسرائيلي في 67 احتل شبه جزيره سيناء، شمال شرق. عايز تقول ايه يا قائد؟ عايز اقول لك ان اضعف نقطه عندك في حدودك هي المنطقه الشماليه الشرقيه، لكن غير كده نام الدنيا تمام. فانت عندك كده كل حدودك تمام التمام، لكن اخطر حدود بتواجهها مصر هي اضعف نقطه في مصر وهي المنطقه الشماليه الشرقيه. عشان كده تلاقي الدوله دايما بتبقى المنطقه دي بتوالي ليها نوع من انواع الاهميه الاستراتيجيه، مهمه جدا استراتيجيا لينا، وتلاقي الدوله كل جهودها مكثفه في المنطقه دي. ده تعتبر نقطه الضعف عندك. طيب كده انا خلصت تقريبا رابع حاجه عندك اللي هو الحدود الطبيعيه، واتفقنا ان حدود مصر حدود امنه وفقا لما قاله ويل ديورانت قبل كده، وربطها كذلك في
الحضارة المصرية القديمة. يبقى هنا الحدود دي ساعدت على الدفاع عن البلاد ومقاومتها وتحقيق الأمن والاستقرار. وبنختم بآخر حاجة من العوامل الطبيعية، الثروات المعدنية. عندك معادن كتير في أرض مصر زي الذهب والنحاس والحديد، والدليل على كده لما نيجي ناخد في الدروس اللي جاية هتلاقي إن معظم التماثيل ومعظم الأدوات عندك في بلدك عبارة عن إيه؟ عبارة عن يا إما من الذهب زي قناع توت عنخ آمون اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، ومعظم الأدوات اللي كانت بتستخدم كانت من الذهب. فعايز يقول لك إن الصخور والمعادن كانت متوفرة جدا في مصر، وكذلك الصخور التي كانت تستخدم زي الجرانيت وغيرها والرخام، وكانوا بيستخدموها في تسجيل بعض الأحداث. طيب هنا بيقول الصخور ساعدت على قيام الحضارة. أيوة، عن طريق صناعة الأدوات، نحت التماثيل، وكذلك بناء الأهرامات، بالإضافة إلى صناعة الحلي. يعني عايز يقول لك إن الموارد والثروات المعدنية في مصر والطبيعية متوفرة جدا، وتم فعلا بناء العديد منها من الصخور والمعادن. ونختم بقى بآخر حاجة، والديورانت قلنا نتكلم عن الأمن والاستقرار. هيرودوت زعلنا ليه يا قائد؟ هيرودوت لما جه زار مصر كتب كتاب اسمه اللي فاكر؟ ايوه قول كده معايا، خدناه في الدرس اللي فات ده على طول، برافو، تمحيص الاخبار. وكتبوا من كام جزء؟ 9 أجزاء، برافو عليك. وخلى مصر في الجزء الكام؟ ايوه راجع معايا، الجزء الكام؟ الثاني. ولكن هيرودوت غلط غلطه، واقول لك كده هيرودوت غلط واحنا اللي صح. هيرودوت لما جه زار مصر قال كده جمله احنا بنعترض عليها او بنقول كده ان هي مش صح قوي. قال كده ايه؟ هيرودوت عند زيارته لمصر قال كده جملة شهيرة، قال مصر هبة النيل. يعني ايه القائد؟ قال لك والله لولا النيل ده ما كانش في حاجة اسمها الحضارة المصرية. النيل ده هو أساس كل حاجة في مصر. ليه؟ فهنا احنا بنقول إن دي مقولة إغريقية، وركز كده وأقول لك إن المقولة دي أغفلت العنصر البشري. ليه يا قائد؟ هيرودوت هنا زعلنا. يعني ايه مصر هبة النيل؟ وبالنسبة لحضرتك المجهود اللي بيقوم به المصري القديم من بناء الجسور اللي احنا بدأنا بيها المحاضرة، او كذلك استخدام المصري القديم العديد من الامور في ضبط مياه النيل او غيرها، او كذلك الزراعة، ما ده مجهود الانسان. عشان كده بنقول هذه المقولة خاطئة، ولكن المقولة الصحيحة ان مصر هي هبة النيل والمصريين. يعني يا قائد لولا كفاح، ولازم اقول الجملة دي، وجهد الانسان ما قامت الحضارة الاسلامية، الحضارة المصرية سوري، او الحضارة الفرعونية. يعني عايز يقول لك كده ان لولا مجهود الانسان ما كانش بقى نهر النيل اي قيمة. فعشان كده بنقول هذه المقولة تحتاج العديد من التصحيح، وهي أن مصر هبة النيل والمصريين، فلولا جهد وكفاح الإنسان ما كان نهر النيل أي دور في قيام الحضارة. وده اللي احنا بنأكد عليه وبنصححه لهيرودوت. يبقى هيرودوت غلطان في النقطة دي، ولكن احنا صححناها وقلنا أن مصر هبة النيل وكذلك المصريين. فهنا بيقول أنفقوا الكثير من الوقت والجهد لإنتاج أعظم حضارة أبهرت العالم. وهنا بنقول من ثم لم تكن مصر هبة النيل كما ذكرها هيرودوت، ولكن مصر هبة النيل والمصريين، فلولا كفاح الإنسان ما ظهرت قيمة وحضارة نهر النيل. وكده احنا خلصنا الدرس الثالث، محاضرة سريعة ومحاضرة لذيذة محتاجة منك بقى الباب الأول تراجعه كويس جدا، وإن شاء الله بإذنك يا رب هراجع كده مراجعه وهنعمل محاضره شرح، حل. هنبدا بقى نحل كده على الباب الاول كله، ال3 دروس اللي احنا خدناهم. ربنا معاكم وربنا يوفقكم ونركز كويس جدا. والباب الثاني محتاج مننا تركيز اقوى واقوى شويه. اكد بس على الباب الاول وان شاء الله موفقين. وشكرا ليكم احلى طلاب القائد، وربنا يجعل لكم بالتوفيق.